السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي في أي مكان، برحب بكم وجودكم على الراس من فوق. بشكر كل المشتركين الجداد، يا أهلا وسهلا بكم، شرفتوني ونورتوني. وبإذن الله القناة هتكبر جدا وبسرعة كبيرة جدا بدعمكم ليا وباشتراككم معايا وبدعواتكم الحلوة ليا وبتعليقاتكم الجميلة. ما تحرمش منكم أبدا، بحبكم كلكم في الله. طبعا الفيديو اللي فات كنت بتكلم فيها عن ازاي طلبة الازهر الام تقدر تتعامل معاهم، يعني ازاي نقدر نتعامل مع طلبة الازهر الشريف، خاصة ازاي نقدر نوفق بين حفظ القرآن الكريم ومذاكرة المواد الاساسية اللي هي مشتركين معاها مع التعليم الحكومي. واتكلمت لكم في الفيديو بكل امانة، وقلت لكم في اخر الفيديو تجربة ما شاء الله اولادها متميزين، وقالت لي على التجربة دي. وقلت لكم اكتبوا لي في التعليقات لو في اي حد اولاده في الازهر ومتميز او متفوق، يا ريت تفيدنا بالتجربة بتاعتها، ازاي يبقى اولاد غيرها متميزين، او هي بتعمل ايه، لو فكرة بسيطة ممكن نساعد بيها غيرنا. وده طبعا من باب نشر العلم، يعني خيركم من تعلم العلم وعلمه. يعني لو في اي معلومة او اي حاجة احنا ممكن نفيد بيها غيرنا، يا ريت نقولها. يعني بلاش، انا يعني طول عمري طول حياتي كده من وانا صغيرة كده بكره اي حد بيتنمر كتير، بيتذمر كتير، بيشتكي كتير، بيئن كتير، فبحس فعلا ان انا مخنوقة ومقبوضة منه. فالتعليقات السلبية دي بتوجعني جدا، وما بحبش اقراها وما بحبش اتابعها. فيا ريت لو كل واحد عنده فكرة كويسة نكتبها في التعليقات، نشجع بعض. واكيد كلنا بنقرأ التعليقات، فأكيد كلها هنستفاد من بعض، وكل واحد هيفيد التاني، وكل واحد هيبقى جزاه الله كل خير عن الباقي اللي بيستفاد منه وبيطبق المعلومة دي. طيب، لقيت واحدة كاتبة في التعليقات، أنا قلت لكم اكتبوا لي في التعليقات لو حد عندها أولاد متميزين، فما شاء الله كتبت لي. مش عارفة أقرأ الجيميل بتاعها لأن هو باللغة الإنجليزية كده، فمش عارفة أوضح اسمها على بعضه. فقالت حضرتك إنسانة محترمة ومحتوى فعلا مهم، استمري. وكتبت لي بقى على تجربتها: انا عندي اولادي في الازهر 3 اولاد، انا باسس اولادي في اجازه المدارس، وخصوصا القران بيحفظوا المقرر عليهم في المنهج الدراسي من القران الكريم في اجازه المدرسه، بحيث يدخل عليهم العام الجديد يكونوا خلصوا حفظ القران الكريم، بالاضافه طبعا الى المواد الاساسيه. كاتبه لي بقى بقيت التعليق بالاضافه الى المواد، بذاكر لهم برضو مواد وبخليهم يحضروا المواد دي عشان لما تدخل المدرسة بنكون قاعدين رايقين. أما بالنسبة لحفظ القرآن فهي قالت بشغل لهم على طول يسمعوه عشان يعرفوا مخارج الحروف والنطق الصحيح للكلمة والنطق الصحيح للآية، وده بيساعدهم كتير اللي هم يحفظوه بسرعة. فجزاها الله عننا كل خير. وده طبعا نفس تجربة الأم اللي أنا حكيتها في الفيديو، اللي هي يعني أعرفها معرفة شخصية، وقالت لي على التجربة دي مع أولادها. طيب، يبقى احنا كده خلصنا من الفيديو اللي فات. في تعليق جاي لي بقى، واحدة حاسة فيها بكمية اكتئاب فظيعة او كمية قلق وخوف، فبتقول لي ايه: الكلام سهل لكن الفعل صعب. لا يا حبيبتي، والله الكلام سهل والفعل اسهل. ولو انت تابعت الفيديوهات وعرفتي انا بقولك ايه، انا بقولك طالما 1%، 1% عمل الحاجة اللي انت شايفاها مستحيلة وصعبة، يبقى هي ما عادش مستحيلة ولا صعب. يعني طالما في حد قدر يوصل لها، يبقى هي خلاص بقت سهلة وبقت متاحة للجميع. فانت لازم تشوفي الاحسن منك وتقلديه، مش الاوحش منك وتقلديه. لا، ما يعني ما مش تشوف اللي بتئن وبتتوجع من المذاكرة وبتتوجع من ضعف أولادها وبتتوجع من قلة الوقت وبتتوجع من عدم الاهتمام، وتقول ما كل الناس زي اهي، احنا في مركبة واحدة. لا، شوف اللي أولادها متميزين، شوف اللي هي منظمة بيتها وحياتها، شوف اللي هي قادرة توفق بين شغلها وبيتها وأولادها. شوف النماذج دي، ما تشوفيش اللي أقل منك دايما، وحاولي تقلدوهم. وربنا يعيننا جميعا على تربية أولادنا. هي التربية صعبة بس محتاجة مجهود. الفيديو الجاي بإذن الله هقول لكم على فكرة جميلة جدا في الفيديو ازاي نربي أولادنا بإذن الله، انتظروه. لكن فيديو النهاردة بقى، أنا جالي تعليق بصراحة، يعني أنا استغربت اللي في حد كده. أنا كنت مفكرة إن أنا لوحدي اللي في المشكلة دي، لكن لقيت واحدة كاتبالي التعليق ده بالظبط. اسمها غادة خميس بالإنجليزي برضو. قالت: ممكن تكلميني عن طفل بطيء في كل حاجة هو 12 سنة. ممكن تتكلمي عن طفل بطيء في كل حاجة هو 12 سنة. فحسيتها بالظبط بتتكلم عن إياد ابني اللي هو الابن الأكبر لي. بصوا، مشكلة البطء دي
انا لو قلت لكم اياد بطيء، انا مش هعوز اقول بطيء كده باللفظ اللي انا بنطقه بطيء، لا انا هقول بطيء لما لا نهايه. انا هنطق بطيء دي لحد ما تموتوا مني كده. اياد ابني اقول لكم بس في الاول اياد بيعمل ايه، واقول لكم اتعاملت معاه ازاي وحليت المشكله دي ازاي وبقيت بتغاضى عنها ازاي، وبقى بالحمد لله جاب نتيجه معايا. جاب نتيجه معايا نفسيا وجاب نتيجه معاه نفسيا برضه. كان الاول اياد ده مثلا هو وليكن ميعاد مدرسته الساعه 7 الا ربع، يعني بيكون واقف في المدرسه طابور المدرسه 7 الا ربع لان هما فترتين، فكان لازم اصحيه من الساعه 6. فعلى ما اصحيه من الساعه 6 دي ممكن يقعد لي ساعه بالظبط على ما يصحى. يا ابني قوم، يا حبيبي قوم، يلا يا حبيبي الساعه بقت كده 6:30، يلا يا حبيبي الساعه بقت داخله على 7 الا ربع، يلا يا حبيبي كان المفروض مشيت من بدري. على ما يقوم بقى تكون اخته اللي هي اصغر منه تكون خلصت له كتبه، رتبت له جدوله، جهزت له شرابه، جهزت له جزمته، جهزت له هدومه، جهزت له سندوتشاته، ملت له الزمزميه بتاعته، عملت له كل حاجه ومستنيه بس يقوم من على السرير يشطف وشه بالميه ويلبس هدومه. يعني ممكن عشان الكسل بتاعه اللي هو يكون حابب ينام في شراب وهدوم المدرسه عشان تاني يوم يصحى يمشي على طول، ما عادش صحي قبلها بفتره. بطيء جدا، كان يصحى متاخر. وفي نفس الوقت اقول له مثلا ان هو بيلبس الشراب، انا ممكن يقعد يشد في الشراب كده 3 4 مرات يشد لفوق. يا ابني هو جاب اخره خلاص، يا ابني بتشد فيه ليه؟ يقلعه تاني، لو في فتله من جوه يقعد يقطعها، يقعد مش عارفه ايه يلبسه يظبطه من على الصوابع يشده تاني، يرجع تاني يقلعه تاني يشده تاني، وهكذا. يدخل الحمام اعزكم الله يقعد فيها بالظبط ما لا يقل عن ساعه. هو قاعد بيعمل ايه؟ ممكن نايم، ممكن بيحلم، ممكن معرفش يغسل وشه برضو يعني كل حاجة بيعملها ببطء فظيع، بطء. طب رتب سريرك، ترتيب السرير ده برضو ممكن يقعد في يوم كامل من الصبح للظهر هو بيفرش الملاية، وبعد ما يبص لها كده ما يلقاش متظبط يشدها تاني ويعملها تاني. الكتب بتاعته هكذا يقعد يرتب فيها او يشوف الواجب اللي عليه، بس عشان يشوف الواجب بس ممكن يقعد فيها بالربع ساعة نص ساعة عشان يفر في الكراسة بس كده يشوف هو مطلوب منه واجب ايه او عليه واجب ايه. يعني كان بطيء بطريقة صعبة جدا جدا. لو في حد أولاده زي كده يكتب لي في التعليقات اللي ليه ابن بنفس الطريقة دي. طيب أنا اتعاملت معاه ازاي؟ أول حاجة يا حبيب قلبي لازم، أنا بصراحة سمعت فيديوهات كتيرة جدا وكنت ببحث عن المشكلة دي لدرجة إن أنا كنت عايزة أوديه يتعالج، بس انا سمعت فيديوهات وطبقتها وفعلا ارتحت جدا جدا جدا. هقول لكم تعملي ايه لو ابن، انا بتكلم الوقت عن بطيء في المشي، بطيء في اللبس، بطيء في الشرب، بطيء في الاكل، بطيء في مش بطيء في التعلم، ده بطيء في التعلم ده حكاية تانية خالص. لا هو ما شاء الله متميز، يعني يعني ذكي ما شاء الله، بس يعيبه البطء ده. يعني على ما يكتب حاجة تكون أخته مثلا خلصت الواجبات كلها اللي عليها وهو لسه بيكتب في صفحة مثلا أو حاجة، فهو ده بطيء، بطيء في كل حاجة. طيب أنا اتعاملت معاه ازاي؟ حط اللايكات الأول كده، ولو لسه أول مرة تشوف القناة بتاعتي يا ريت تشترك في القناة من خلال كلمة اشتراك أسفل الفيديو على طول، يا ريت فضلا وليس أمرا، وحطوا اللايكات ربنا يبارك فيكم، واكتبوا لي في التعليقات بتتابعوني منين بالظبط وتجربتكم ايه مع اولادكم، هل هم بطيئين ام سريعين؟ يعني هم صراع ولا بطاء؟ طيب اول حاجه انا عايزه افهمك حاجه، الاطفال مش زي بعضهم خالص. يعني صوابع ايدك نفسها مش زي بعضهم، بصمه عينك نفسها مش زي بعضها، بصمه ايديك نفسها صوابعك مش زي بعضها. يعني كل طفل مختلف. يعني انا ابني مختلف عن اخته، مختلف عن اخوه التالت، مختلف عن ابن عمه، ابن عمه مختلف عن ابن خالته، ابن خالته مختلف عن جاره. كل طفل حتى في نفس السن اهو، وفي نفس البيت وفي نفس الأسرة وفي كل حاجة مختلفة عن غيره. يبقى احنا ما نقارنش ابننا بحد، ما نخليش دايما حتة المقارنة دي في دماغنا خالص، لأن نعرف ان كل الأطفال مختلفين. ابننا البطيء ده اتولد بصفاته كده، بشخصيته كده، بمرحلته الطبيعية كده. احنا اللي لازم نتغير، احنا اللي لازم نفهم اللي هي دي طبيعته ودي مرحلة نموه كده، وهو خلاص صفته كده. صفته ايه؟ صفته البطء. هل البطء ده صفة حلوة؟ لو بصت لها زي ما انا بقولك كده اللي هي صفة مولود بيها وصفة أساسية في شخصيته، هتحبها جدا وهتتغاضى عنها. ازاي؟ يعني لو بصتوا له اللي هو شخص رايق،
شخص هادي، شخص متمهل، شخص متأني، شخص بيعمل حاجة بمزاج، شخص كده تحس اللي هو ايه، بارد، زي ما احنا بنقول بارد الأعصاب. البارد الأعصاب ده هو بيعمل حاجة بروقان، بهدوء، بتأني، بتأمل. إيه شخصية دي، على فكرة الشخصية دي هتطلع واثقة من نفسها جدا، هتطلع شخصية كده عندها قدرات خاصة، عندها ذكاء كتير أو متميزة، أو إنسان سوي، إنسان رايق، إنسان هادي، إنسان يقدر يفكر كويس قبل ما ياخد أي قرار. يعني في صفات حلوة كتير. الإنسان البطيء ده أو الطفل البطيء ده، يعني بإذن الله لو انت فكرت فيه بالطريقة دي زي ما انا فكرت في اياد ابني، هتلاقيه فعلا كده، هتلاقيه هو انسان، ده طبيعته، ده شخصيته، هو مولود بالصفة دي او بالشخصية دي. طيب، يبقى احنا نحترم الطبيعة دي فيه. يبقى اول حاجة اللي احنا نعرف الاطفال مختلفين عن بعضهم، ما نقولش شوف اختك بتعمل ايه، شوف اختك خلصت ازاي وانت لسه، شوف اختك كذا، شوف اخوك كذا. لا، احنا نعرف ان كل فرد او لكل طفل شخصيته المستقلة عن غيره. تاني حاجة نحب صفة البطء دي فيه، نعرف اللي هي دي من صفة هو مولود بيها، يعني صفة خلاص في شخصيته، نحترمها بقى جدا جدا جدا، نحترمها ومش هقولك نعززها فيه، لان خلاص احنا مش عايزينها اصلا، احنا عايزين نعكسها، لان احنا في عصر السرعة زي ما احنا عارفين، وكل حاجة محتاجة سرعة، محتاجة سرعة في الحركة، سرعة في الشغل، سرعة في الكتابة، سرعة في الواجبات، سرعة في التعليم، لان احنا في عصر السرعة. فانا هقولك الوقت هتعملي ايه، بس لازم الاول تحبيها وتحبيه بشخصيته وهيئته كده، وهو هيتغير معاكي واحدة واحدة بإذن الله. طيب، آه يبقى اول حاجه اللي احنا قلنا هنحترم شخصيته بالطريقه دي، وهنعرف على طول اللي هو انسان رايق وهادي ومتأني، وما نعيبش في شخصيته خالص، وما نستهزئش بها قدام حد ونقعد نقول له يا بطيء، يا بارد، ده انت مش عارفه مقرف، ده انت بقالك ساعه ونص بتلبس شراب، ده انت بقالك ساعه بتلبس يعني بيقلب رجل البنطلون. والله 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 انا بصور لكم اذان العشاء بيأذن، يعني وحياة ربنا كمان مرة اللي ممكن كان يقعد يقلب في رجل البنطلون، هي رجل ورجل، يقلب في رجل البنطلون ما لا يقل عن نص ساعة، يقلبها ويمسح فيها كده، يمسح عليها ويبص لها كده ويفردها كده. يعني كان بيخنقني بيخنقني بيخنقني، وكان بيعلي ضغطي، وكنت اقعد اصوت وازحق ومفيش، مش قادرة امسك اعصابه واسيبه وارزع الباب وامشي، وكل ده بسبب. بس لما اتعاملت معاه بكده ودورت على المشكلة وعرفت حلولها واتعاملت معاه بالطريقة دي، فحبيتها وبقيت هادية معاه، وبقيت خلاص مستوعبة اللي هو طبيعته كده، وبدأ يتغير معايا كمان للأحسن الحمد لله. طيب، يبقى اول حاجه احنا قلنا خلاص، ما عدتش هقول اول ولا تاني، الخطوه اللي بعد كده على طول اللي احنا ما نذكروش بمشكلته، يعني ما نقعدش نقول له انت بطيء ليه كده، خلص يلا، انت ممل، انت قرفتني، كل ده نص ساعه لما تكتب الواجب، مش عارفه نص ساعه لما تلبس، انا خلاص عطلت الخروجه دي بسببك، احنا ما احناش خارجين، مش ما نقولوش الكلام ده خلاص. يبقى نبعد عن اسلوب الاستهزاء بيه، وما نقعدش نفكره بمشكلته على طول، يعني ما نقعدش كل حاجه نقول له انت بطيء، اخواتك خلصوا وانت لسه، انت بطيء، اخواتك مش عارفه عملوا ايه وانت لسه، انا عملت كذا وانت لسه. لا، ما عدناش نذكره بالمشكله دي خالص، نخليه كانه بيتعامل مع نفسه. وعلى فكره كل ما بنسلط الضوء على حاجه او نعمل يعني تكبير للحاجة دي، كل ما بتكبر وكل ما بتتضخم معانا. لكن لو احنا تجاهلناها او تغاضينا عنها، خلاص هي بينساها او احنا بنحاول ننساها، فالعصبية بتقل والهدوء بيزيد وبينساها مع الوقت، بينساها. الخطوة اللي بعد كده، حاولي انت تكوني ام نشيطة، حاولي تكوني المحيطين بيه نشاط، يعني الام والاب يكونوا نشيطين، ما اكونش انا نايمه على السرير طول النهار ومروقه دماغي كده وقاعده العب في الموبايل، ويلا بقى اصل انا عندي كسل رهيب النهارده، يلا اصل انا اعصابي مش عارفه مالها كده، يلا اصل انا كل ما بقف بهبط كده ومش بيحس ان الام اصلا مريضه، يعني ام مريضه الا اذا كنت انت تعبانه، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، عندك ظروف انك تعملي كده. لكن لو انت من نفسك بتحب الراحه، بتحب الكسل، بتحب قله الاهتمام، هيطلع زيك بالظبط، هيطلع بطيء في كل حاجه بسببك، لان شايفك انت كده، شايفك انت نفس الام اللي بتعملي كده. وعلى فكره انا يعني لما عرفت الموضوع ده، عرفت اللي هو ممكن كان يرجع لي، لان انا
كان بيطلق عليها طول العمر الام الرايقه. يعني كان المدرسين بتوعي يقولوا لي رايقه على طول. كان زمايلي يقولوا لي انت رايقه مفيش هروق منك، لان انا ما كنتش باخد حاجه على اعصابي خالص، كان كل حاجه بهدوء كده. مثلا في البيت انا ممكن كنت انضف الاوضه، اوضه واحده ممكن طول النهار اقعد انضف في اوضه، لمع كل جزء فيها، ما اسيبش حاجه، حيطان بتاع، كنت بهلك نفسي وصحتي. لكن بدات اتغير يعني لما لقيت في حاجات كتيرة أبدى وأهم من اللي أنا أقعد أعمل الحاجات دي وأضيع في وقتي ومجهودي بسبب حاجات أساسا ملهاش لازمة، أنا اللي شايفاها ليها لازمة بس. فبدأت أتغير، فالحمد لله حسيت برضو اللي ده قلب بنتيجة يعني حلوة مع يدمني. يعني يدمني لما لقاني قعدت سريعة في الحاجة، يلا أكتب بسرعة مثلا، ألبس أي حاجة بسرعة كده عشان أخرج، مش عارفة إيه يعني، فاهم، في سرعة، في رتم سرعة في الحياة كده. فبقى بيقلدني، عايز يسرع عشان يلحق اللي وراه، يلحق ميعاد، يلحق يعمل حاجة هو عايزها، الكلام ده كله. فلازم يكون المحيطين بيه، الجو المحيط بيه فيه نشاط، ما يبقاش فيه كسل وخمول وبطء في كل حاجة ونقول ابننا بطيء ليه، لأن هو طبعا بيقلدنا. الطفل أو ابننا أو بنتنا بينشأ في بيئة هو بيقلد الكبار عنه. لو انت عملت ايه بقى، هو ما تقوليش انا كده انا وحشة وهو يبقى حلو، لا، هو يبقى حلو لما احنا نكون حلوين، هو يبقى وحش لما احنا نكون وحشين. طيب، الخطوة اللي بعد كده اللي احنا ما نقارنوش لا باخواته ولا باصحابه ولا بجيرانه ولا بصغر منه ولا بكبر منه، وما نقارنوش، نعرف اللي هو شخصية لها طبيعها وكيانها كده مستقلة عن غيرها، ماليش دعوة بأي حد خالص. الخطوة اللي بعد كده نحفزه دايما. يعني برافو عليك، خطك جميل، حتى لو هو كاتبه بص وانت طالع عينك لان كاتبه بعد وقت طويل جدا، الله برافو عليك، خطك جميل خالص، ما شاء الله انت حليت دي، طب مش عارفه ايه، ما شاء الله انت لبست الطقم ده. يعني نتغاضى عن السلوك بتاع اللي هو بطيء، لا، ونهتم بقى باللي هو ايه، خلص الحاجه في اكمل وجه. الله ده انت رتبت سريرك النهارده جميل، الله ده انت سويت كتبك بسرعه. حتى لو عمل غير كده، بس احنا على طول نفكره اللي هو عمل حاجه حلوه، ما نربطهاش بقى بزمن، ما نقولوش مثلا ده انت انت لسه مخلص الوقت بس يلا عملت الحاجة حلوة، انت لسه مخلصة الوقت بس طلعت عيني على ما عملتيها. ما نقولوش كده خالص ولا نفكره بعامل الوقت دي نهائي. يعني نخليها على طول برافو في تحفيز على طول، برافو عليك شاطر، الله انت كتبت اهو، انت خلصت اهو، انت لبست، انت خلاص جهزت. حتى لو بقولك لو هو مطلع عينك ما عدتش تذكره بقى اللي هو مطلع عينك ده خالص، وتغاضى عنها وكلميه باسلوب حلو. طيب، اربط التحفيز دايما بحاجة هو بيعملها. بص يا ايات، لو انت خلصت مثلا تحضير واجباتك قبل ما انا اعمل لك السندوتشات مثلا، هتاخد النهارده مصروف زيادة كذا. لو انت مثلا لبست بسرعة هنخرج خروجة حلوة انت بتتمناها. لو انت مثلا ذاكرت الواجبات اللي عليك دي او الحاجة دي خلصتها بسرعة، هنتفرج على فيلم انت كنت مستناه، او هديك الموبايل بتاعي نص ساعة تقعد عليه مثلا تلعب اللعبة بتاعتك او حاجة. لو خلصت ترتيب اوضتك دي كويس، هتشوفي بقى الحاجة اللي بيحبها ايه، هتشجعيه بيها على طول. لو عملت كذا في مدة قليلة هنعمل كذا قصادها، لو عملت، فهو هيشجع ويحفز نفسه اللي هو يخلصها عشان ياخد المكافأة بتاعته. فلازم على طول يبقى اربطها في الأول كده بثواب ليه، لو انت عملت كذا بسرعة، أو قبل ما أنا أخلص كذا، أو في ربع ساعة، أو في على 10 دقايق دولت قدرت تعمل المهمة دي أو الحاجة دي، هتاخد كذا، او هعمل لك كذا، او هنخرج كذا، او هنلبس كذا، او هناكل كذا، الكلام ده كله بقى. طيب، حددوا له مواعيد ثابته زي ما انا قلت لك، دي مرتبطه بالخطوه اللي قبل كده. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايزاك يا حبيبي تكتب الواجب بتاعك ده اهو في 10 دقايق، عشان نشوف مذاكرة حاجة في 10 دقايق. عايزاك يا حبيبي ترتب الأوضة دي في 5 دقايق. عايزاك يا حبيبي تلبس في أقل من دقيقة ألاقيك لابس ومخلص. يعني اربطوله دايما. وزي ما أنا قلتلك، لو أنت ربطتيله الحاجة بميعاد أو بوقت محدد اللي هو يعملها فيه وأنجزها واديتله مكافأة عليها أو ثواب عليها، هيتبسط خالص وهيتغير حياته 180 درجة. ويحددوا له بقى ميعاد الاكل، ميعاد للشرب، ميعاد للمذاكره، ميعاد للنوم، عشان يعرف ان كل حاجه بميعاد ثابت، فما يتخطاش الميعاد دي او ما يتخطاش المواعيد دي، ويحترم الوقت ويحترم المواعيد بتاعته. طيب، طبعا خطوه مهمه جدا جدا، الخطوه اللي بعد اللي انا هقولها لك دلوقتي، ان انت دايما تكوني متفاعله ونشيطه معاه. يعني
اتحركي معاه. يعني قولوا له حبيبي انا عارفه ان انت هتقعد تلبس في البنطلون ده كتير، بس انت مثلا لاقي مشكله فيه، يعني البنطلون مثلا ضيق عليك بيضايقك، هقولك يا ماما رجله من تحت مش عارفه ايه بدخلها. يا حبيبي انا عارفه اساعدك، طب تعالى ما البسك اساعدك في اللبس، طب تعالى ما احضر معاك الواجبات كده، نرتب الكتب مع بعض كده عشان ننجز بسرعه، طب تعالى ما نشوف الواجب اللي عليك كده. عايز اي مساعده فيه، لو فيها اي حاجه صعبه ومعطلاك كل الوقت دي قول لي على الحاجه اللي صعبه فيه وانا هساعدك فيها. طب يعني قولوا له حاولي ان انت تفهميه اللي دي خلاص طبيعته الخاصه وانا محترماك فيها، بس لو عندك اي مشكله اللي هي مسببه لك البطء ده قول لي وكلمني فيها وانا اساعدك فيها. عندك مشكله في الاكل، ايه يا حبيبي اسنانك وجعك مثلا، بتاكل بالراحه كده او ببطء كده، سرحان في ايه يا حبيبي اقدر اساعدك، بتفكر في ايه، مش عارفه ايه، يعني فاهمه. صاحبيه بقى، صاحبيه من الناحيه دي، وحاولي يعني يحس ان انت متفهمه طبيعته ومبسوطه منها او محترماها على الاقل، ولكن انت لو في اي مشكله بتواجهه مسببه له الطبيعه دي انك هتساعديه فيها. كتابة الواجب، ايده بتوجعه من كتابة الواجب، انا ممكن اساعدك يا حبيبي، انا ممكن امليك وانت تكتب، او ممكن ناخد بريك بين المواد وبعضها. مثلا بتلبس واللبس مضايقك، انا ممكن اساعدك ان أنا اقفل لك الزراير، اشد لك الحاجه، اظبطها لك، ادخل لك الحزام، مش عارفه ايه. طب الشوربه مثلا بتشرب بسرعه في حاجه، لو في حاجه تعباك يا حبيبي، زورك تعباك، عندك التهاب، عندك حاجه، انا ممكن اعالجك، يعني قول لي المشكله وانا اعالجك فيها. فاهمين يا حبايب قلبي؟ يعني ممكن احنا نساعده، نكلمه ويقول لنا المشكله واحنا نساعده فيها، ويعرف اللي احنا خلاص يعني على في اي فرصه اللي احنا ممكن نساعده هنقدم له المساعده. طيب الخطوه اللي بعد كده نهتم على المزايا التانية بتاعته، يعني نركز عليها زي ما انا قلت، ونشيل دي من دماغنا خالص زي ما انا قلت. نركز على ترتيبه كويس، نركز على خطه كويس وهو بيعمل حاجه، نركز على اللي هو بقى شكله جميل بعد ما لبس وخلص وطلع عنا، نركز على اللي هو بعد ما خرج من الحمام الله بقى جميل وغسل وشه وبتاع وغسل اسنانه وبقى شكله جميل كده وفاق وصحصح. نركز على الحاجات الحلوة اللي هو عملها، لكن ما نركزش على الوقت اللي هو أخده أو البطء اللي هو أخده. ودايما قدام الناس نعظم فيه الصفات الحلوة، ما ينفعش نيجي قدام أختي ولا قدام مرات أخويا ولا قدام أخويا ونقول ده هيشلني، ده هيطلع عيني، ده كذا، ده بيقعد يلبس 3 ساعات، ده بيقعد يقرأ مش عارفة ساعتين، ده ما بيفهمش، ده بيقول كذا. الصفات الوحشة دي ممنوع ممنوع منعا باتا نذكرها قدام حد، لا بالضحك ولا بالهزار ولا باسلوب الجد ولا باللي انا مثلا هشيل العين عن اولادي او اخفيها عن اولادي او ما اخليش حد يركز في اولادي، لا خالص. ما انتش عايز تتكلمي عن اولادك ما تتكلميش، لكن ما تتكلميش بصفات وحشه على اولادك، ما تقوليش ده ابن كذا او كذا. وفي امهات انا بلاقيها بتتعمد تقول كده، يعني في امهات، لان انا وظيفتي اللي هي مدرسه رياض اطفال، مدرسه بدي دروس، الاقي الام جايه متعمده قدام ام تانية، ده ابني بيطلع عيني على ما يكتب الواجب، ده ابني ربنا يكون في عوني، ده ما بفتكرش كراسات ولا حاجته لما انا اعملها له، ابني ده مش عارفه هيجيب لي ايه، ده ابني بطيء جدا في الحفظ، ده ابني. وتلاقي ابنها ما شاء الله عليه ما شاء الله. فهي ممكن عايزه تشيل عين عنه، او ممكن عايزه تبعد الحسد عنه، او ممكن، فما تتكلميش عن ابنك بصفه وحشه قدامه. تلاقي الولد بقى بعد ما كان مبسوط كده تلاقيه يقوم عامل كده على طول. خلاص، ما هو لقى الام اللي هو واخدها مثال ليه وقدوه ليه، بدل ما قاعده تقول مثلا انا ابني ما شاء الله عليه بيساعدني في كل حاجه، ابني ده هو الراجل بتاعي بعد ابوه، ابني ده هو سندي، ابني ده هو اللي انا باخد منه الطاقه الايجابيه، ابني ده هو اللي باخد منه الدعم، ابني ده بيصحصحني الحاجات انا ما كنتش عارفاها، ابني ده اللي مخليني افتكر الحاجه اللي انا كنت ناسيها او ما كنتش في دماغي. يعني بدل ما نقول الحاجات دي بدنا نقول الصفات الوحشه، والابن بيتعكنن وبياخد بقى في نفسه صدمة كده من كلام الأم وبيحطها في دماغه، ويبقى بقى الطفل عدم ثقة في نفسه وبيحصل له مشاكل نفسية كتير بسبب كلام الأم عليه قدام الناس. وممكن يعمل بالعند، يعني ممكن يكون طفل مستقيم وماشي في طريق مستقيم، وأول ما أمه تقول كده يقوم عندان 180 درجة وتقول ده ابني كان ماشي، بقى ترجع تعكس كلامها، ده ابني كان ماشي زي الساعة، بس معرفش ايه اللي عوجه كده، ده معرفش ايه اللي حول ابني وغيره كده، ده الواد قعدت بقول له كلمه يعمل بالعكس، الواد قعدت بعمل كذا يعند قصادي، الواد قعدت.
وقعدت تشتكي من اولادها. بس دي بحقيقه بقى، ليه بحقيقه؟ لان الولد خلاص قال طب ما انا كده كده كويس وحلو ومية مية، وفي نفس الوقت امي بتشتكي مني، يبقى او امي مش شايفه الصفات الحلوه دي، او امي بتقول عليا كذا، يبقى انا هبقى كذا. وهي تشتكي براحتها بقى، يعني تعمل اللي تعمله بقى، هي كده كده مش عاجبها في كلتا الاحوال، وده لسان حال الاولاد. طيب الخطوه دي والخطوه دي مهمه جدا جدا جدا، اللي انت حاولي تشاركيه في اعمال بجانب الدراسه. زي ايه؟ زي مثلا كرة قدم، زي نشاط رسم، زي نشاط مثلا جيم، كاراتيه، جمباز، مثلا سباحة، أي حاجة بتعتمد اللي هو يروح في وقت ويرجع في وقت، ومدتها وقت معين بيخلص فيه وبيشارك فيه، مسابقة عامة، دورة في حاجة مش عارفة ايه، يعني شاركيه في أنشطة عامة كده، اللي هو بيرتبط بمجموعة من اللي حواليه وبيحاول ينجز وينافسهم عشان ينجز في وقت أسرع وبقى أحسن منهم. فحاولي تشتركي له في أي أنشطة أو في أي ألعاب. الحاجة اللي بعد كده، ودي حاجة ممكن تكون تافهة بس هي ممكن يعني تجيب أثر كويس جدا، حاولي تعملوا له، يعني تجيبي له حاجة في البيت يهتم بيها، زي عصافير. الوقت العصافير عادة بتتباع، زي قطط مثلا، لو هو ليه هواية قطط عرفيه مثلا. يعني أنا بقولك إيه، يخلي اهتمام لحاجة أصغر منه، أو اللي هي دي مسؤولة منه. لو حتى عندك طيور مثلا على السطح أو في بيتك، خليه يطلع معاكي مثلا اذان العصر او اذان الظهر او كذا، يحط لهم الميه، يحط لهم الاكل بتاعهم، يغير لهم، يعني عارف اللي فيه حاجه مسؤوله منه ولها مواعيد معينه. لو اتاخر عن الميعاد ده، الحاجه دي مثلا ممكن تجوع منه، ممكن يتحاسب عليها او كده. فده هيحسسه بالالتزام بالمسؤوليه، وهيحسسه باحترام الوقت جدا جدا. فشوف لو عندك حاجه من دي، خليه هو اللي ملزوم بيها، يعني عوديه كده اللي هو يتلزم بيها ويهتم بيها ويعتني بيها. اللي بعد كده بقى اللي هو ايه، نشاط اجتماعي. ده احنا قلناها في النشاط اللي قبل كده، اللي انت تشاركيه في نشاط اجتماعي او في اي او مسابقة او اي حاجة لها وقت محدد، ويكون ليه منافسين من الزملاء عشان يقدر ينافسهم ويقدر يخلص في الوقت المطلوب منه. ده كده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتم، يا رب اكون قدرت افيدك يا غادة خميس اللي كاتبه لي التعليق ده. وباذن الله اي تعليق انا هعمل له فيديو على طول واقدر اساعدكم. واللي قالت لي الكلام غير الفعل، لا ده كلام وافعال، لان ده خبره ليا من 14 سنه، ومعايا الماجستير في الكلام ده، وبدي دروس ومدرسه في السن ده. فالكلام ده كلام وافعال، وبنطبقه بكل حاجه مع الاولاد، وبنعرف نعمله كويس جدا. فحاولي يعني تعملي كده، واستعيني بالله، دايما نستعين بالله في تربيه اولادنا. طبعا الفيديو في فيديو بقى هيكون ان شاء الله ازاي اساعد ابني البطيء في كل حاجة، وخاصة البطيء في التعلم، البطيء في الكتابة، البطيء في استيعاب المعلومة، البطيء في التعلم نفسه. بإذن الله أنا هعمله فيديو قريب بإذن الله. يبقى احنا كده خلصنا فيديو النهاردة، اشوفك على خير في فيديو قادم. واللي عنده اي تعليق او عنده اي مثلا معلومة يقدر يفيدنا بيها، او خبرة يقدر يديها لنا كأمهات نقدر نساعد اولادنا بيها، يكتبها لنا في التعليقات. ولكم جزيل الشكر، وربنا يا رب يجازيكم كل خير عننا يا رب العالمين، ونبقى عيلة كده كلنا زي اخوات مع بعض كده، نقدر نساعد بعض في كل حاجة مفيدة بإذن الله. اشوفكم على خير، والى اللقاء.